السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا في فيديو جديد ونشوف على ترابيزتنا المتواضعة اللي بنزل بيها المنتزه عاملين ايه. تعالوا بقى اقول لكم، مرات اخويا النهارده عامله شغل عالي قوي. الناس في الجنينه طلبوا مننا الحلاوه السوداء تكون زي وجبات، وعملنا لهم ووفينا بوعدنا وعملنا الوجبات. ده طبق نص تمن كيلو حلاوه سوداء. مش عارفه انتوا في بلادكم بتسموها ايه، احنا في بورسعيديه بنسميها حلاوه سوداء. في بيقولوا عليها مفتقه، في معرفش بيقولوا عليها ايه تاني، احنا بنقول عليها حلاوه سوداء. عملنا معاها رغيفين عيش ومعلقه بالطبق اللذيذ ده، وخليناها وجبه للي قاعد في الجنينه كده في الحديقه ياكل ويشبع بيها. تعالوا شوفوا الحاجه التانيه اللي احنا عاملينها، القرصه الصفراء. القرصه الصفراء دي برضو البورسعيديه معروفه بيها، يعني ما اقدرش اقول لكم الجمال، وغنيه جدا جدا، غنيه بفوائدها عاليه قوي قوي قوي. فيها طعم المغاد، فيها يعني معموله بالمغاد والمكسرات والتحويجه صفراء ودقيق وعسل اسود. يعني بصوا يا جماعه، ديت يعني البورسعيديه معروفين بيها، لازم في الشتاء لازم تتعمل القرصه الصفراء. تعالوا بقى شوفوا الجمال المغاد. شوفوا المغاد ده، المغاد اهو ومعاه المكسرات بتاعته. عاملين ربع معانا، عاملين الربع وتمن. يعني بصوا اللي يعوز معانا التمن موجود. وعاملين شوفوا جمال السمنه، مليان سمنه بلدي تحفه. معانا العلبه ديت تمن، وفي كمان الربع. يعني احنا حسب اللي عاوز اي حاجه بنعمله، بادئين بالتمن معانا. ده خلاص حاجه مرات اخويا، ربنا يبارك لها ويديها الصحه يا رب، ويسلم ايديها، تسلم ايديها بجد. الحاجه جميله والزباين كلها معجبين بالحاجه. تعالوا بقى نشوف حاجات مصطفى ابني الكبير، ربنا يبارك له يا رب ويوفقه. عامل شغل عالي برضو جدا، حاجات جميله. كوبات ديسباسيتو بالشوكولاته وفي بالكريمه والصوصات مختلفه، حاجات جميله جدا جدا جدا. شوف كل كب عليه صوصات، واسعارنا جميله. احنا واقفين عند المنتزه اللي في بورسعيد، بنقف وبنعمل حاجات حلوه جدا. انا هوريكم دلوقتي بقيه الترابيزه بتاعتنا، بس بوريكم شغل مرات اخويا وابني. الكلير ده بقى خطير، بيعملوا برضو مصطفى اللي بيعمله لنا، جميل جدا. انا عن نفسي جربت على طول واحده وكلتها، جميله قوي قوي. تسلم ايدك يا مصطفى. شوفي، يبقى هي دي الترابيزه بتاعتنا المتواضعه، اللي بتاعت مصطفى وبتاعت مرات اخويا. حاجاتها جميله وكلها طبعا عن تجربه. انا بعمل كل حاجه، يعني بدوق قبل اجرب اي حاجه، بجربها اول وادوقها. الحاجه فعلا جميله ومتكلفه. يعني القرصه بتاعتنا دي متكلفه بالمكسرات، والحاجه بتاعتها جميله فعلا. والحلاوه السوداء كلها مكسرات. يعني فين العلبه يا عمر اللي هي الربع دي؟ هاتها افتحها. تعالوا اوريكم بس الحلاوه السوداء عامله ازاي. شوفوا جمالها، شوفوا جمال المكسرات، ما شاء الله اللهم بارك. ده الطبق ربع كيلو مليان مكسرات ازاي. يعني انا لو ينفع كنت اقلبها بالمعلقه وتشوفوا الجمال بتاعها، وغرقانه في المكسرات ازاي. تحفه بجد، ما شاء الله، والف هنا اللي بياكل. يعني ده يا جماعه عمر ابن اختي منورني النهارده في الجنينه بتاعتي. خلاص يا جماعه دوت حبيت اوريكم على ترابيزتنا الجميله المتواضعه دي، الحلويات دي ترابيزه الحلويات. تعالوا نشوف الترابيزه بتاعت حازم، بتاعت الفسيخ يلا نشوف جمال الفسيخ بتاع حازم. تعالى حازم، شوفوا بقى انا جايبين الفسيخ. شوفوا جمال الفسيخ ده، السليم بتاعنا العادي. زي ما قلت لكم انا ما كنتش بنزل في فسيخ سليم، بس بقى يتطلب مننا. انا جايبه اهو كيلو 3 سمكات اهو، ودي سمكايه واحده نص كيلو عشان اتاخد السمكتين. الكيلو سمكتين كله اتاخد معايا ما شاء الله، بس متوفر سمكايه واحده بس معايا اللي هي نص كيلو. شوفوا بقى المثلثات، ده مثلثات الفسيخ المخلي زي ما انتم شايفينها كده، زي ما انا قايله لكم قبل كده. بتتباع المثلث زي ما انتم شايفين اهو، مثلث مخلي مع عليه الزيت وبس. وديت سلطه الرنجه. شوف جمال سلطه الرنجه بالطحينه بقى، مختلفه جدا عن اي سلطه رنجه هتاكلوها. يعني
لله انا بعمل الحاجه ما شاء الله باتقان جدا. والحاجه هنا انت عرفنا في المنتزه اللي هي الجنينه اللي بنقف عليها. بننزل بقالي 6 شهور بنزل المنتزه بقف. الحمد لله الرزق بيرجع بيجيلنا، الرزق بيجيلي الحمد لله رب العالمين. اتعرفت انا وحازم وحبينا يعني نشارككم اللي احنا بنقف فين. يعني اللي في ناس بتجيلنا من القاهره وبلاد تانية محافظات تانية بينوروني بجد. بيبقى فرحانه جدا لما في ناس من محافظات تانية بيجولي مخصوص. الترابيزه المتواضعه بس الناس بتيجي وفرحانه جدا على الترابيزه دي. بياكلوا الفسيخ ومعاه البصل والليمون. شوفوا البصل بتاعنا والليمون. كفايه النظافه، كفايه الحاجه اللي ناس كتيره تاكل الفسيخ بنظافه. معانا يقول لك يعني ناكل الفسيخ بالشوكه والسكينه. يعني ازاي اللي احنا ما ناكلش نظفر نفسنا وشوك. الحمد لله بخل الفسيخ ما فيش ولا شوكه فيه بفضل الله. انا بمسك الفسيخه بعمل لها تدليك، يعني عارفين بطلع كل شوكه فيها. انا اي حد بيجي يشتري مني من بورسعيد من المحافظه بتاعتي بيقولوا لي انت الوحيده اللي بتخلي الفسيخ في بورسعيد كده. في ناس معروفه جدا جدا عني كتير من بورسعيد، ناس معروفه ومحلات معروفه ما بيعملوش الفسيخ بالاتقان اللي انت بتعمليه. والله والله شهاده من كل الزباين اللي بيجيلي جربوا من ناس كتيره جدا بيقولوا لي احنا ما بنلاقيش ولا شوكه في قلب الفسيخ المخلي. يعني بجد انا مش بطلع الجلد والراس والديل وخلاص، لا ده انا بمسك القطعه الفسيخ واقعد ادور فيها يمين وشمال لغايه ما اشيل كل الشوك اللي فيها. بفضل الله بعمل كأن انا اللي هاكل، وفعلا انا اللي باكل منه. وانا بعمل سندوتشات لنفسي واولادي اللي انا يعني انا بشتري زي الزبون اشوف هعمل ايه. يعني انا باخد المثلث قدامي، انا باخد المثلث قدامي وبحطه في طبق واقعد اكل منه عشان اشوف فعلا ما فيش اي شكوى ممكن حد يشتكيها. وبفضل الله ما حدش بيشتكي علشان انا بعمل باتقان وبما يرضي الله. عشان انا واولادي بناكل زينا زي غيرنا. يعني انا عندي زباين بييجوا يقولوا لي احنا بنحط المثلث قدام اولادنا الاطفال واحنا مغمضين عينينا. بجد يعني كفايه الدعوه اللي انا ممكن اسمعها من زبون او زبونه اللي انا يعني الحمد لله باتقان. مفيش محل او مكان في بورسعيد بيخلي الفسيخ زي ما انا بخليه. كل اللي بيخلي بيقطع راس وديل وبيشيل الجلد وبيحط القطعه بتاعه الفسيخ زي ما هي قطعه سليمه وبيبقى العظم بتاعها كله فيه. والله الناس بقت تصور لي الصور بيقولوا لي شوفي يا مدام منى الصور عامله ازاي، ده احنا جايبين من فلان ومن فلان في بورسعيد وليهم اسم وشهره وشوف العظم عامل ازاي. لكن انا بفضل الله بعمل باتقان جدا. انا بقعد بالساعات عشان اخلي الفسيخ. ربنا اللي عالم التعب، بس الحمد لله ربنا بيجازينا على قد تعبي وربنا بيبارك في رزقي. طبعا حازم اللي بيساعد، طبعا يا حازم انت اللي بتساعد. حازم فعلا بيساعدني وهو اللي دلوقتي بقى بيخلي معايا. يعني انا ساعات دلوقتي بسيبه يخلي كان كل حاجه كامله ويقطع وكله. يعني انا الاول كنت بقعد اعيد عليه، لقيته ما شاء الله اللهم بارك يا رب ويوفقه، هو اللي بيخلي وبيعمل كل حاجه. حتى سلطه الرنجه دلوقتي حازم ربنا يوفقه هو اللي بيعملها من الف للياء. هو اللي بيخلي وهو اللي بيعمل الطحينه، هو اللي بيقطع الخضار. ربنا يبارك لي فيه علشان انا الاعمار بيد الله، مش ضامنه عمري يكون هو دي شغله حازم من بعدي، هو اللي يعملها ويعمل كل حاجه فيه. وده يا جماعه اللي انا قلت لكم عليه. انا بتكلم كتير انا عارفه، نفسي القناه بتاعتي تكبر بجد، نفسي ربنا يوفقنا انا واولادي، ربنا يوفق الجميع ويوفق كله يا رب. ده مشروعي الصغير اللي انا نفسي يكبر ويكبر باولادي ويكبر بيكم ودعواتكم. يعني الحمد لله بفضل الله انا ببقى فرحانه جدا بالناس اللي بتدعي لنا والناس اللي بتشجعنا هنا. يعني نفسي القناه كمان تشجعوني وتسمعوا الفيديو للنهايه ويعجبكم، وهستنى تعليقاتكم. يا رب الفيديو يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.